والحقيقة احنا في حيرة، مين اللي بيحرك جلال دوس بالظبط؟ هو أدفنتستي إلى النخاع، وبيحاول يفرض العقيدة بتاعته بطرق متعددة على العاملين عنده في المصانع. بيعمل لهم دورات تدريبية وعظات واجتماعات عنده، والمراكز والمناصب الكبيرة والحوافز تعطى للي يحضروا اجتماعاته، واللي يرفضوا حضور هذه الاجتماعات يضطهدهم في العمل ويحرمهم من المميزات اللي بيحصلوا عليها الآخرين. وده شيء طبعا غير لائق انه يستغل مكان العمل لتدريس عقائد ضد عقائد الكنيسة الأرثوذكسية لناس أصلا أرثوذكس قبل ما يلتحقوا عنده بالمصانع. عشان كده احنا نحب ان شعبنا القبطي الأرثوذكسي ما يتعاملش مع منتجات شركة فاميلي فودز ولا شركة آفون. نحب ان شعبنا القبطي الأرثوذكسي ما يتعاملش مع منتجات شركة فاميلي فودز ولا شركة آفون. منتجات شعبنا القبطي الأرثوذكسي ما يتعاملش مع منتجات شركة فاميلي فودز ولا شركة آفون. وإذا هو فصل العمال والمهندسين الأقباط الأرثوذكس اللي عنده، إحنا رجال الأعمال بتوعنا في كل مكان كثير منهم مستعدين إن هم يعينوا من يفصل بوساطة الكنيسة في هذا الأمر. فإحنا مش قلقين على أولادنا اللي بيشتغلوا عنده إن هم يفصلوا، بل بالعكس إحنا قلقين عليهم إن هم يستمروا، وقد لا يستغني عنهم لسبب إمكانياتهم الفنية، من الصعوبة إن هو يستغنى عنهم. كما أن بعضهم هددوه بأن هم يشتكوه في مكتب العمل، فأحجم بعد ما كان طالب منهم كلهم يمضوا على استقالات مسبقة. فلما فكروا يشتكوه رجع لم الاستقالات تاني وما مضهمش عليها. فإحنا كأقباط بنواجه منشورات بملايين الجنيهات أو الدولارات، والحقيقة الواحد محتار أمام مصدر التمويل. لكن على أي الأحوال منتجات الشركة بتاعته أو الشركتين منتشرة، وساعات يعمل بعض المأكولات الصيامية عشان يغري الأقباط إن هم يشتروها، لكن البدائل موجودة. عشان يغري الأقباط إن هم يشتروها، لكن البدائل موجودة. إن هم يشتروها، لكن البدائل موجودة. الحقيقة إحنا منزعجين مش بس على الإيمان الأرثوذكسي من حملة جلال دوس، لكن منزعجين أيضا على الإيمان بالله نفسه